الكرد أو المعروفون بالأكراد يصفهم التراث الإسلامي بأنهم أبناء الجن، بينما في التراث المسيحي هم أول من زار المسيح في مذوده حيث ولد، وأول من قدم له الهدايا. إنهم حكماء الشرق الذين أتوا لبيت لحم للقاء الملك المولود. هم أول من بشر به، بل وضحكوا على هيرودس الملك لينقذوا ملكهم الحقيقي المسيح. فهل حان الوقت ليعود أبناء الشرق إلى ملكهم مرة أخرى؟ لماذا يقبل الكثير من الكرد على المسيح؟ هل هو نفس الشوق الذي أتى بآبائهم وأجدادهم مسافات طويلة لزيارة المولود؟ أم هل أدركوا أن الإسلام لم يجلب لهم إلا الدمار والخراب؟ هل تعلموا من التاريخ أن هويتهم الكردية لا تتناسب مع الإسلام الذي يفضل القومية العربية على باقي القوميات؟ إنهم الكرد أقوياء في الحرب، نساؤهم قبل رجالهم، لكن قلوبهم مفتوحة للحب، مفتوحة للسلام، مفتوحة اليوم أكثر من أي وقت مضى. وهذه الحلقة تلقي الضوء على بعض أسباب هذا الانفتاح.